يا عباد الله، ما يصيبكم بسبب ذنوبكم أفلا تتوبون إلى الله جل وعلا؟ أفلا ترجعون إلى ربكم تبارك وتعالى بتوبة صادقة تجب ما قبلها من الذنوب والآثام وترفع عنكم هذا البلاء الذي إنما ابتليتم به بسبب هذه المعاصي. ولننظر حولنا هذه مظاهر الشرك قد عمت البلاد، لا تكاد تخلو منها قرية من القرى أو مدينة من المدن، نسأل الله العفو والعافية. والشرك أعظم الذنوب على الإطلاق، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أفلا نقلع عنه وندعو بدعوة واحدة، بدعوة النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام، ندعو الناس إلى توحيد الله جل وعلا في مساجدنا وفي مدارسنا وفي بيوتنا وفي نوادينا، حتى يذهب عنا هذا البلاء المتعلق بهذا الذنب، والله جل وعلا يرفع عنا به هذا البلاء وغيره من هذه الأوجاع والأوبئة التي تصيب الناس فتفتك بهم. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية.